بسم الله الرحمن الرحيم. موقع عدن الحمام الزاجل قام بزيارة البطل المعروف منصور مقلية، أحد أبطال المنطقة الغربية وأبرزهم في هذه الهواية، وهو صاحب نظرية العين الموجهة للطائر عند العودة إلى اللفت أو المقر الخاص فيه. الآن عم منصور، بعد التحية يعني نريد منك أنك تشرح لنا يعني كيف للهاوي المبتدئ أنه كيف يبدأ أو كيف يعرف نظرية العين أو كيف يقرأ العين بشكل مبسط وسهل له. والحين في عندك أنت صورة على الكمبيوتر إذا تقدر تشرح لنا عليها. القاعدة الأساسية يجي الخط الأساسي يقسم منتصف النون، هذه زي قاعدة البندقية والسبطانة. حلو. فمعناته هذه إنه موجهة للطائر كهدف. اثنين، النقاط السوداء الخارجة عن النون، النني الحال. النقاط السوداء اللي هي موجودة هنا عبارة عن نقاط أو تضاريس، فهذه تعتبر بوصلة، أو تكون دائرة هلالية تبدأ من الساعة 6 حسب دورة عقارب الساعة، تنتهي الساعة 3. يعني هذا نوع اللي يبدأ من الساعة 3 ينتهي الساعة 6، والنوع الآخر اللي هو عبارة عن تضاريس ملتفة حول النون، واحتمال انه الاغلبيه تكون النون صغيره. كل ما صغرت النون كل ما كان افضل، وكل ما زادت اللون الاسود حول النني يعتبر هذا بوصله موجهه للطائر. حلو جدا. يعني اذا كان مو موجود، احنا يعني سمعنا اكثر من مره انه ضروري انه يكون موجود من 3 ل 6 اللي هي العدسه الهلاليه او هذه في بعض الطيور تكون الدائرة الهلالية بادئة من الساعة 3 تنتهي الساعة 6، أو في العين الثانية من 6 إلى 9. طب تقدر تشرح لنا العين هذه كيف تبدأ من 3 ل 6؟ هنا هذه العين ذات تضاريس ضخمة باللون الأسود. حلو. هنا الدائرة اللي هي الهلالية تبدأ من 3 إلى 6 على اتجاه عقارب الساعة. على اتجاه عقارب الساعة. حتكون إيش؟ بسيطة، لأنه العين هذه مضغوطة. حلو. فالهاوي يعرف انه العين هذه عليها ضغط في التصوير، ولا كانت معتدله كاعتدال تكون ايش؟ اوضح من كده. اذا كان التصوير طبيعي التصوير طبيعي يكون اوضح من كده. هذه مسافات الطير تؤكد ما شرحناه. ايه ما شاء الله. 1302 كيلو.